بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أحبابي، جيتكم من جديد وجبت لكم معايا محبوب الجزائريين اللي هو المشوك. جبت لكم بوصفة سهلة سريعة واقتصادية، وبإذن الله راح تجربوه ويعجبكم. وطبعا إذا حابين تعرفوا الوصفة ومحتوى الفيديو كملوا معي للأخير، فرجة ممتعة. وقبل ما نبدو الفيديو ما تنسوش تدعموني بالجيم فضلا وليس أمرا، وتشتركوا معي في القناة إذا كنتم ماكم مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. وبسم الله على بركة الله نبدو. واش نحتاجو هنا عندي في الريسيبيون تاعي؟ عندي 500 غرام تاع مارغرين، ودرت معاهم كاس شاي تاع زيت حوالي من 90 إلى 100 مليلتر. درت مغرفة كبيرة تاع لافاني ورشة ملح، ودرت بهذا الكاس كاس ونص تاع سكر. هذا الكاس يدي 240 مليلتر سوائل. وراح نجيب الضرب الكهربائي وراح نبدا نضرب. هنا درت السكر العادي، اذا متوفر السكر الجلاسي يكون افضل، انا ما كاش متوفر عندي في هذا الوقت. بديت نضرب في الزبده والسكر والزيت ولا فاني ورشه الملح حتى نتاكد بلي راهو السكر ذاب تماما. لازم الخطوه هذه، لانه درنا هنا راني درت السكر العادي، لازم نتاكد بلي راهو السكر ذاب. ومن بعد جبت 3 بيضات كاملين وزوج صفار، وراح نبدا نضيفهم بالتدريج بهذا الشكل. كما قلت لكم لازم نضربوا الزبده والسكر تماما، لازم نتاكدوا بلي راهو حبيبات السكر ذابت. ومن بعد ضفت 3 بيضات كاملين وزوج صفار، وراح نبقى نضرب حتى حوالي، هنا ضربت حوالي 10 دقائق حتى اتاكد بلي راهو السكر ذاب تماما، باش من بعد الكاطو تاعنا ولا المشوك يجينا طري، يذوب في الفم ما يجيناش يابس ويجي احرش بهذا الشكل. حتى تأكدت بلي راهو السكر ذاب تماما، راح نضيف باقي المقادير. ودائما ساعة على ساعة نحاول نهبط الأطراف، باش حتى إذا كان السكر متناثر منا ومنا نلمه كامل. وشوفوا الخلطة تاعي كيفاش فتح اللون تاعه وتكاثف. في المرحلة هذه واش نضيف؟ هنا عندي كاوكاو محمص شوية ومرحي، درت 2 كيسان بنفس الكأس اللي قست بيه. وعندي كاس تاع نواد كوكو، وعندي كيس خميرة الحلويات. الكاوكاو بعد ما حمصته في الكوشة رحيته، صفيت الرقيق درته في الحشوة في العجينة من الداخل. وهذاك اللي يكون كونكاسي راح نديروه من في المشوك من برا. راح دائما نحاول نهبط الأطراف بهذا الشكل، وراح نخلط حتى تتجانس كامل المقادير مع بعضها. في المرحلة هذه راح نحبس الضراب الكهربائي، وراح نبدأ نضيف الفرينة بالتدريج. ما نضيفوش الفرينة دائما دفعة واحدة، نضيفه غير بالتدريج بهذا الشكل. نضيف ونلمد غير بالأطراف الأصابع، نحاولوا ما نعجنوش. راح نبقى نضيف الفرينة حتى نتحصل على عجينة راح تشوفوا القوام تاعها معايا. وهذا القوام تاع العجينة ما تكون يابسة وما تكون طرية ياسر، هذا شكلها. إذا كورناها مش راح تجي مشققة بهذا الشكل. راح نغطيها، ما نخليهاش معرضة للهواء باش ما تنشفش. ومباشرة راح نبدأ نكمل في القاطو تاعي. هنا واش نحتاج؟ هنا عندي 2 تاع بياض بيض، وعندي الكاوكاو كما تشوفوا نحمصه، لكن ما نحمصهش بزيادة لأنه مازال راح يدخل الكوشة وراح يزيد يعاود يكمل يتحمر. هنا راح نحاول أن نفتح البياض تاع البيض. كما قلت لكم في الخلطة تاع العجينة درت 3 بيضات كاملين و2 صفار، والبياض راح ندير بهم هنا باش الكاوكاو يلصق في العجينة. راح نبدأ ندير تكويرات على حسب الرغبة. هنا درت عيني ميزاني وانتم تقدروا توزنوا. راح نبدأ نجيب التكويرة تاعي، وراح نبدأ ندير بهذه الطريقة تاع ندير في البياض بالطريقة هذه. راح ما نستهلكش ياسر بياض، وحتى الكاوكاو راح يبقى نظيف، مش راح كيما نقولوا يتشمخ بالبياض. بهذا الشكل كل حبة راح نهزها ونمسحها بالبياض بهذا الشكل اللي راه موضح. ان شاء الله تكون الفكرة وصلت.
بهذا الشكل. وكما شفتوا هذه الكمية تاع البياض تاع زوز 2 بياض دار لي كامل الكمية اللي عندي بهذا الشكل. نحاول كل حبة نمسحها بالبياض، وبعد راح نرمدها في الكاوكاو بهذا الشكل. وبعد ما نرمدها في الكاوكاو راح نحاول نعاود نكورها بايدي باش تجينا مدوره كما نقولوا مريقله، ما تجيش معوجه بهذا الشكل. راح نحاول نكورها. واذا حبيتوا ديروا لها السوريز تخلوها كيما هكا، ما ديرولهاش ثقبه في الوسط. لكن انا راح ندير تزيين سهل وبسيط، راح نزينها من بعد بالمعجون. راح نحاول ندير غير ثقبه صغيره بهذا الشكل، لانها من بعد راح تعاود تتفتح في الكوشه بهذا الشكل. أنا غير ثقبة صغيرة. راح نكمل كامل الكمية بهذه الطريقة اللي شفتوها معايا. وكما قلت لكم إذا راح تزينوا بالسوريز ما نديروش هذه الثقبة، نخلوها تكويرة نورمال بهذا الشكل. وهذا الشكل في الأخير. وأنا أيضا ما كانش متوفر عندي الكيسات، طيبتهم مباشرة في البلاطو. هم المستحسن نحطه في الكيسات ومن بعد نطيبوه. ستفتهم هكا في البلاطو، راح نطيبهم في فرن مسخن على 180. اول ما نشوف الحبه احمرت من التحت راح نخرجها، مش راح ما نحمروهش من الفوق. واذا تحبوا تحمروه حاجه عادي، لكن انا نحب فضلت اني ما نحمرش، لانه الكاوكاو اصلا راهو شويه محمر. اذا عاودنا حلينا من الفوق راح يتحرق. هنا هذا العسل كنت حضرته، ولا تقدروا ديروا العسل تاع البرا كيما تحبوا اللي متوفر عندكم. انا ما كاش متوفر عندي العسل تاع البرا. حضرت هذه الكميه، وهذه الكميه ايضا كملت لي كامل الحبات اللي عندي. اذا وصلتوا لهذه المرحله فضلا وليس امرا خلوا لي لايك. هنا بعد ما طاب المشوك تاعي مباشره راح نشربه، نعسله بهذه الطريقه. كل حبه راح ندير فيها مغرفه، لكن راح نوزعها. ولا تحبوا تهزوا حبه المشوك وتغطوها داخله بخرجه في العسل بهذا الشكل. راح نحاول نوزع كامل العسل في حبه المشوك باش تجي معسله كامل، ما تجيش بلاصه ناشفه وبلاصه معسله بهذا الشكل. وفي الأخير زينته. هنا درت المعجون، درت له الملون الأحمر، وكل ثقبة درت فيها كمية من المعجون بهذا الشكل. وهذا شكلها في الأخير. كما قلت لكم هذاك المعجون درت له ملون وشوية ملون أحمر عفوا، ودرته. وتقدروا ما ديروش هذه الثقبة، تخلوها غير هكاك دويرة، وتحطوا حبة سوريز قبل ما يطيب ولا بعد ما يطيب كما تحبوا. وحبيت نقول لكم بلي هذيك الثقبة بعد ما الجاتو يطيب نص طياب راح نحاول نحل الكوشة ونعاود نفوت عليهم كامل. راح نعاود نثقبهم لأنه الجاتو راح يتنفخ وهذيك الثقبة راح تطلع. نحاولوا نزيدوا نثقبوها باش نلقوا مساحة باش نحطوا فيها المعجون. وفي الأخير كما نقول لكم ديما هذا الفيديو نتاعي تاع اليوم إن شاء الله عجبكم ونال رضاكم، وإن شاء الله نكون أفدتكم ولو بالقليل. ودائما ما تنسوش تدعموني بالإعجاب والاشتراك والبرتاج. ودمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.